الأحجار الكريمة الثمينة أو النفيسة هي أنواع مختلفة من المعادن المتبلورة مركبة من عنصرين أو أكثر، وتتكون أساسا من مادة السيليكا المعروفة بقساوتها منذ العصور القديمة مع وجود بعض الشوائب المعدنية. ويختلف نوع الحجر الكريم باختلاف المادة المكونة بالإضافة إلى السيليكا، وتتواجد عادة في مناطق الطمي البركانية كالحصى البركاني، وبخاصة في مناطق جريان الأنهار. الميزة التي تجمع بين الأحجار الكريمة هي غلاء أسعارها وصعوبة استخراجها نظرا للطبيعة الجيولوجية للأماكن التي يتم فيها العثور عليها. ويعتبر الألماس أغلى الأحجار الكريمة، حيث عرف منذ القدم كأحد الأحجار ذات القيمة التجارية، وازدادت شعبيته في القرن التاسع عشر مع ازدياد الإنتاج العالمي وتحسن الطرق التجارية في أرجاء العالم، ودخول الطرق العلمية في القطع والصقل والاحتكار العالمي لتلك السلع من قبل بعض الشركات. وللألماس صفات فيزيائية كثيرة، لكن أشهرها الصلابة والقساوة، فهو وحده من بين كل المواد الحاصلة على درجة الصلابة 10/10 في سلم درجات موس العالمي للأحجار. ويعتبر الياقوت الثاني بعد الألماس برقم 9، يليهما الزمرد، ولهذا يعتبر الألماس حجر ذو قيمة مهمة في صناعة الحلي. وتقع معظم مناجم الألماس في وسط جنوب إفريقيا، على الرغم من اكتشاف كميات لا بأس بها في كل من كندا، روسيا، البرازيل وأستراليا. ويستخرج 130 مليون قيراط، أي ما يعادل 26 ألف كيلوغرام من الألماس سنويا، وهو ما يعادل قيمته 9 مليارات دولار أمريكي. فاقتناء خاتم أو عقد من الألماس ليس بالأمر الصعب لعائلات وشخصيات الترف والرفاه، إلا أن لاستخراجه والعثور عليه يستوجب جهودا مضنية تتضمنها أخطار يومية يواجهها عمال المناجم الذين ينتمون في غالبيتهم لدول العالم الثالث، خاصة الإفريقية منها. فجنوب إفريقيا تعتبر من أكبر الدول المنتجة للألماس، إلا أن عمالها يعانون الكثير من الظلم والاستغلال من طرف الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، وهو ما أدى بهم للقيام بإضراب صيف 2012 تخلله احتجاج أمام أماكن عملهم، لتقوم شرطة جنوب إفريقيا بتفريقهم بطريقة عنيفة، حيث أطلق الرصاص الحي على عمال كان مطلبهم الوحيد هو مراجعة الأجور والمزيد من الحقوق التي تساوي مجهوداتهم اليومية. يومها قتل أزيد من 30 عاملا في مشهد ذكرهم بما كان يعانيه شعب جنوب إفريقيا أيام التمييز العنصري. هذا في مناطق استخراج الألماس، لكن في أماكن بيعه الأوضاع مختلفة تماما. رفاهية، رقي وبرجوازية، جمال وتفان في إظهار مجوهرات أقل ما يقال عنها أنها أنيقة. فالألماس ليس مجرد حجر كريم، فهو رمز للإخلاص لدى أثرياء العالم حسب المقولة: الألماس يظل إلى الأبد، حيث لا يتوانى أثرياء العالم في صرف مبالغ خيالية لاقتنائه. وكدليل على ذلك تم مؤخرا في العاصمة السويسرية جنيف بيع ماسة فريدة من نوعها في مزاد علني بسعر قياسي وصل حدود 83 مليون دولار، أي ما يعادل 61.65 مليون أورو. لقد حطمنا عددا من الأرقام القياسية، والأهم كانت خاصة بالألماس، لما بيعت الحجار الكريمة الأغلى ب 83.2 مليون دولار، بحيث حطمت الرقم القياسي السابق الذي كان 46.2 مليون دولار، والمتعلق بحجارة كريمة بعناها هنا في جنيف قبل 3 سنوات. الكثير يتذكرونها، ويتعلق الأمر بالحجر الجميل جراف بينك. الألماس الذي تم بيعه اعتبره الخبراء بمثابة كنز طبيعي حقيقي، فهو يسمى النجم الوردي ذو 59.60 قيراط. المالك الجديد لهذا الحجر الاستثنائي
جواهري من مدينة نيويورك الأمريكية يدعى إيزاك وولف، ليعيد تسميته بالحلم الوردي. إنه مبلغ ضخم، لكن بالنسبة لهذا الألماس أعتقد أنه ليس له ثمن. إنه نادر جدا وفريد من نوعه، ويستحق المبلغ الذي دفع من أجله. أغنى 3 أحجار كريمة كلها ألماس وردية، الأمر مثيرا فعلا للاهتمام. هي إذن أحجار جميلة، لكن من ورائها الكثير من الحزن والأسى. فقبل وصولها لعنق أو يد أي حسناء من حسنوات العالم، هي تنصهر وتتشكل بعرق بعض الفقراء، وفي بعض الأحيان بدماء عمال هدفهم في الحياة ولقمة عيش قيمتها تقل بآلاف المرات عن ثمن هذه الماسة.